التي كانت، وأخص بالذكر وهي الزيادة الكبيرة في الأجور، حيث ستصل في شهر جانفي إن شاء الله سنة 2024 إلى 47%. أيضا أشار السيد الرئيس إلى قضية رفع النقطة الاستدلالية، وأيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور، وأيضا إعفاء أصحاب المداخيل التي يكون دخلها 30,000 دينار جزائري من الأجر على الضريبة ERG، وهو أمر جيد بالنسبة للموظفين. أيضا فئة الجامعيين الذين قام الرئيس أيضا برفع منحتهم من 1300 دينار جزائري إلى 2000 دينار جزائري. أيضا من خلال زيادة أيضا رفع معاشات المتعاقدين، وهو أمر إيجابي أيضا يحفظ كرامة الموظف وأيضا يحفظ كرامة المواطن الجزائري. تحدث أيضا ربما رئيس الجمهورية عن منحة البطالة، وأكد أن هناك 2,100,000 شاب يستفيدون من منحة البطالة، وأيضا منحة ذوي الهمم أو المعاقين أيضا رفعت من 10,000 دينار جزائري إلى مبلغ 1,200,000 سنتيم، 1,212,000 دينار جزائري، أي 1,200,000 سنتيم قررها السيد رئيس الجمهورية، وهي قضية مبلغ مالي يقدر ب1,500,000 سنتيم. هي كما قال السيد الرئيس جاءت لتحفظ ماء الوجه للشباب الجزائري من الجنسين، حتى يستطيع أن يشتري أو يمكن نفسه من أبسط الضروريات. لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة.